بشكل عام انا حاسس كده، عندي احساس غريب شويه ان الطفل الصغير او الابن بشكل عام كل ما بيكبر في السن كل ما حب اهله ليه يقل. الشيء ده انا ملاحظه جدا. اخويا يعني انا اخويا اختي وانا الكبير. اخويا الصغير محبوب جدا، يعني بابا وماما بيحبوه جدا وبيرعوه وهكذا. فده شيء غريب شويه ان بتلاقي مثلا الشخص الصغير، الطفل الصغير بيبقى محبوب اكتر من الطفل الاكبر منه. ونفس كان بالنسبه للابناء، بتلاقي دايما الصغير هو مدلل. حتى كلمه مدلل كلمه مشهوره اكتر عند الشباب الصغير او الطفل الصغير او الابن الصغير. فدي نقطه. كلما زاد عمر الطفل او الابن كلما قل اهتمام اهله بيه لحد ما يوصل لسن الاستقلال المادي والمعنوي. حتى يقال ان العربي القديم سئل احد بدو العرب قدماء، اتسأل، بيقول في واحد بيسأله بيقول له هو انت ايه اكتر ابن انت بتحبه من وسط ابنائك كتير؟ اصلا البدو بيعرفوا انهم بيخلفوا كتير يعني. فقال لك كلمة غريبة شوية. قال لك اكثر ابنائي حبا لي الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. كل المواقف الثلاثة دول، المريض والمسافر والصغير، كلها مواقف ضعف، كلها مواقف قلة وضعف. فبالتالي العطف والرحمة أكتر بتولد أكتر عند أو بالنسبة للطفل ده أو بالنسبة للابن ده، ابن صغير. عايز أقول لكم يا جماعة، العمر اللي بيقعد فيه الطفل الصغير ده، العمر اللي هو بيعيش فيه مع أهله، يعتبر أقل عمر. معروف إن الطفل الكبير خد كل الاهتمام أو الابن الكبير خد كل الاهتمام، بينما الابن الصغير هو أقل الأبناء عمرا أو عيشة أو يعيش أقل مع الأب والأم، لأن هو عمره أصغر، هو الأصغر، فبالتالي يعيش أقل. يعني مثلا لو واحد مثلا ابن عنده 20 سنة وأخوه عنده 12 سنة، مين هيعيش أكتر مع أهله؟ أبو 20 سنة ولا أبو 12 سنة؟ أبو 12 سنة. وبالتالي هي نسبة وتناسب، هي تعويض للصغير. إن هو الصغير ده هيعيش اقل مع اهله. ده اذا لو لا قدر الله طبعا ما الاب او الام ما ماتوش مبكرا طبعا، فكده كده الكبير واخد اهتمام كبير. ولكن الصغير بيتعوض الاهتمام ده بالجوده او باهتمام اكتر، بجوده في الاهتمام اكتر من المده. يعني المده تكون اقصر بالنسبه للصغير بس الاهتمام بيكون اكبر والرحمه بتكون اكتر وهكذا. دعوة الى الابناء الكبار، لا تحقدوا على اخواتكم الصغار. ما تحقدوش على اخواتكم الصغار. ليه بقى؟ عشان الابن الصغير ده هيعيش اقل مدة اقل بكتير من المدة اللي انت عشتها مع اهلك، بحكم فرق السن. معروف، هي مسألة حسابية بقى، مسألة 1+1=2، مش محتاجة منطق يعني.